تنشط في الدم ماشي امتى؟ في وجود الميكروب. يعني مناعه متخصصه يعني قاتل. ماذا يحدث بعد تعرف الخلايا التائيه المساعده؟ تطلق انترفيرون لا، تطلق اجسام مضاده لا. هي الاجابه الصح كانت الف، هتبقى نشطه. انترليوكينات يا سيتوكينات ليس لها دور مشترك في الخلطيه والخلويه. التائيه السامه الخلويه بس. الرسم البياني يوضح الثلاثه التائيات اللي في الشغل. اسرع واحده سين اللي هي تي اتش، بعد كده تيجي وراها التي سي عشان تقتل الميكروب، وتيجي في الاخر التي اس تهدي تاني. لكن تعمل فقط ضد المصابه بالفيروس لا، والسرطانيه. تتعرف على المستضدات لا، ما تتعرفش. متخصصه لا، مش متخصصه. ادراك وجود الميكروب. المستقبلات اي مما يلي يمثل تاثير فيروس الايدز على جسم الانسان ولسه زياده اعداد العضيات اللي هتنتج البروتينات مثل الشبكه الاندوبلازميه الخشنه والريبوسومات، لكن جينات مش هتزيد. الحل من دي مين؟ دي باقيه بلازميه. عرفت منين؟ فيها جسم مضاد. ما تاثير الانترليوكينات؟ انقسام وتميز للخلايا البائيه والتائيه. مين اللي ممكن تتعرف وتستجيب ومين اللي لا تستجيب؟ دي تستجيب لان شكل الانتيجين بتاعها دائري والمستقبل دائري، لكن دي ما تستجيبش لان شكل الانتيجين مسلم. يبقى الاجابه الصح هنا الاولانيه لا تستجيب، الثانيه تستجيب، والاجابه ب. اذا هاجمت خلايا دم بيضاء خلايا دم بيضاء اخرى، ما التفسير المتوقع لذلك؟ ان البائيه بتهاجم تائيه سامه لا، ثاني سليم. ان التائيه الكابحه بتهاجم ذاكره لا، ان التائيه الكابحه تهاجم السرطان مالهاش دعوه بالسرطان. ان التائيه السامه بتهاجم خلايا دم مصابه بالسرطان صح. ساعتها بنعتبر ان الخليه اللي اتهاجمت عندها سرطان. الشخص زي ما انت شايف التي اتش زياده والبقيه زياده، لكن التي سي والان كي مظبوطين. معنى ان التي اتش والبقيه بس اللي زياده يبقى دي مناعه ايه؟ خلطيه. امال انا امتى اقول خلويه؟ لما الاربعه يبقوا زياده. الام اتش سي زي الفل، الهستامين زي الفل، لكن السي دي 4 نزل. السي دي 4 كان المفروض يطلع من 20 ل 40، السي دي 4 طلع 10. مين الخليه اللي اتضربت؟ التي اتش.